يلا مصطفى. منى، يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ست منى. ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك. الله يكرمك يا رب، اللهم لا تجعلنا من الظالمين يا رب. في اول كلامي دكتور، انا متجوزه بقالي حوالي 18 سنه. لا بالراحه عليها، علوا لي صوتها شويه. 15 سنه؟ 18. 18؟ ايوه. جواز؟ والعيال جم؟ جوزي هو اللي شغلني. ايه يا فندم؟ جوزي هو اللي شغلني. يعني ايه جوزك اللي شغلك؟ يعني انا ما كنتش موظفه، فهو اللي قدم لي وجاب لي وظيفه. طيب ماشي، بقيتي موظفه يعني؟ بقيت موظفه ولله الحمد. طيب. حاولت، قعدت معاه حوالي مثلا 3-4 سنين من غير خلفه، فهو قال لي هشغلك علشان تساعديني ونصرف على الخلفه ونصرف على المعيشه، والعيشه صعبه وكده. ايوه. وهو ما شاء الله مبسوط جدا جدا جدا، واهله مبسوطين جدا جدا جدا، بس هو اتضح انه بخيل قوي فوق ما تتخيل عن الشيخ. ده النهارده حلقه البخله ده بقى. اب مش عايز يصرف على اولاده، وواحد بيشغل مراته عشان تساعده مع انه مش محتاج لمساعده، عشان هي اتاخرت في الحمل فتصرف بقى على الحمل انا رفضت. انا كنت رافضه الشغل لاني كنت عايشه في بيت عيله. كنت رافضه الشغل اصلا لاني كنت عايشه في بيت عيله. والعيال جم يا حبيبتي؟ الحمد لله معايا 4. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. كنت عايشه، ربنا يبارك. كنت عايشه يا عم الشيخ الله يبارك لك، كنت عايشه بما يرضي الله. طيب. بما في النص مشاكل زوجيه زي ما بيحصل اي بيت. ايوه. عادي، كان فلوس، اللبس، الاكل، الشرب، نقف لبعض. انا كنت برضو ببقى يعني غلطانه احيانا، كان هو بيبقى غلطان ونتصالح والدنيا ماشيه تمام. لحد ما اتضح من حوالي 5-6 سنين ان هو بيتبع الافلام الاباحيه. مره اقف ومره ازعق ومره اتخانق ومره اقول حرام ومره اسكت ومره اقول ولا تعملي الكلام ده خالص، ولا ليكي دعوه بيه، وعدي كانه هو بيشوف ماتش كوره. انا ربنا يسامحني لغايه ما الخيم ينام، يا اما العمليه دي تنعكس بالخير عليك في ليله يعلم بها ربنا، واللي هيحاسب العباد ربنا يا حبيبتي. لان اصلي النصيحه من الزوجه بتبقى صعبه على الزوج. النصيحه كانت بتبقى صعبه، بس المفروض هو اللي ينصح وهو اللي يعلم. يعني الاصل كده. اتفضلي. الاصل ان انا كنت غصب عني كنت بشوف الحاجات دي فكنت بقرف. معلش. ماشي يا عم، خلصنا. مرت سنه 2 3 4 5 واللي فيه طبع ما بيسلهوش، يصلي مره ويبطل مره، يعتمر وحج والحمد لله. خلاص يا عم الشيخ. حصلت لي النكبه اللي هي النكبه السوداء اللي من حوالي سنه ونص، ان هو تحرش ببناتنا. ايه يا فندم؟ تحرش ببناتنا. ببنته؟ بنتين. هو بياخد حاجه؟ بيشرب خمره؟ بيتعاطى؟ لا خالص 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 خالص، وبيصلي خالص. وانت متاكده من الكلام ده؟ خالص ومتاكده وعلى يقين، وواجهته وعملت مشكله كبيره جدا. لا يكون البنات هبله وبتدعي عليه ما ليس فيه. لا هو اعترف يا عم الشيخ، هو اعترف. وقع في كلامه في الصدفه، من ضمن ما هو طبعا انكر في الاول وكان عاوز يضربني ويتهجم عليا ويعني يعمل لي مصيبه ان انا قلت الكلام ده. المهم فهو في وسط الكلام بيقول لي طب الكلام ده من شهر، هم لسه قايمين يقولوه لك؟ كويس يا عم الشيخ. فانا طبعا كنت واقفه على الطلاق وان انا خلاص مش قادره. المهم ربنا كرم امي فاقنعتني، لان انا ابويا متوفي، اقنعتني قالت لي يا بنت العيال وانت معاك 4 وسامحي والغفار وان الله كان عفوا غفورا والرحمه من عند الله وربنا بيغفر ما علينا عشان ما اطولش على حضرتك. رحت انا وهو الشيخ، لان في شيخ قال لي حرام، فرحت انا وهو الشيخ قال لي لا حلال، ممكن ترجعي له وتنسوا وتعيشوا مع بعض. ايه تاني الشيخ قال ايه؟ الشيخ قال لي حرام عليكي، محرم عليكي ليوم القيامه، ما ينفعش. هو قال كده؟ في شيخ قال كده، في شيخ قال لي كده. قال ايه؟ قال لي محرم عليكي، ما ينفعش تعيشي معاه تاني. عشان ايه؟ عشان التحرش بالبنتين. لا غلطان الشيخ ولا يفهم حاجه. ماشي. الشيخ التاني قال لي لا حلال وترجعي له، بس تنسوا وتعيشوا مع بعض. تنسوا ايه؟ يعني انسي، حاولي تنسي. معلش ننسى حاجه، بس نقول للبنات تخلي بالها. خلي بالها كويس. ده مش اب كويس ومش اب مظبوط. لو قال لها هات كوبايه ميه تديها له وتجري. رجعت يا عم الشيخ وربنا يسامحني، كان جوايا شك بيقتلني. طيب. بس بتظاهر ان انا فاصل صغير جدا يا حبيبتي وارجع لك على عيني، فاصل قصير فانتظرونا. اللهم صل وسلم صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وعلى جميع أصحابك وعلى جميع من اتبعك بإحسان. هل من الإحسان أن يبخل رجل على فلذات أكباده فعلى من تجب نفقته؟ هل من الإحسان أن يتحرش أب بابنته؟ استحالة، إلا إذا كان مريضا مرضا نفسيا أو غاب عنه عقله وصار هو والبهيمة سواء. إنما الأب السوي الموضوع ده لا يخطر، حتى مجرد يخطر على باله، يخطر
ايه معانا لسه؟ الو. معاك حضرتك. طب يا حبيبتي اتفضلي كملي معلش. رجعت يا عم الشيخ وربنا كرمني وبقيت احاول ان انا احاول اتناسى عشان اقدر اعيش. ايوه. وامي كانت في ظهري يا بنتي انسي، كانت على طول هي اللي تقويني على العيشه. مالها ماما؟ كانت بتقويني على طول على العيشه، بتقويني. بتقويك على انك تعيشي؟ طبعا. على أنا اي ام بقى عايزه بنتها تبقى مستقيمه عشان اعيش واقدر مستقره. انسي ربنا غفور ربنا عفو كده على طول. طيب. اتفقنا على حبه حاجات قبل ما ارجع له ان يصرف على البيت بقى، ما كانش بيصرف، كان بيديني حاجات بسيطه جدا. قالت له مش كل حاجه فلازم انت تقف جنبها، بنتي كانت الراجل والست، فانت حضرتك لازم تصرف وتحط جزء. اتفق على مبلغ من المال واتفق ان هو يعيني في البيت ويعيني على العيال. رجعت حضرتك يا عم الشيخ خالف كل الوعود. الفلوس قال لي لا انا كنت بتفق معاكي كده عشان ترجعي بالظبط، بدل ال 2000 هديك 1000 بالظبط. قرموط، هو قرموط سما. بدل 2000 هديك 1000 ونص. طب فين العمره اللي وعدتني بيها؟ خلي اختك تبعت لنا دعوه. طب فين البيت اللي انت قلت هجيب دور وانت دور وانا ولادي دور عشان احنا نعيش يبقى في خصوصيات في العيشه؟ قال لا معيش. ايوه ماشي يا عم الشيخ وعشت. من هنا لهنا حصلت مشاكل، بدات انفر منه لان انا فعلا كنت خلاص بغطه. جيت قعدت قدامي فقلت له شفتوا ركزوا، حصلت مشاكل بدات انفر منه. بدات يعني شوفوا القسوه بتعمل ايه على ام كلثوم. ابغضه. بدات بغطه، قلت له بص انا مش هكذب عليك، انا بدات من جوايا بدات انفر منك، انت لبستني توب الرجاله. وتقولي ليه بس؟ لا يهيج عليك يخبطك بسكينه ولا يغير لك عين؟ حضرتك ما انا اتفقت قلت له حضرتك لا اله الا الله. بتقولي ليه؟ قلت يا عم فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له عشان ما بقاش منافقه. لا يا هبله، يا هبله اقسم بالله ما هو نفاق. نفاق ايه يا بنت؟ اتفقت. النفاق يا بابا ان يبقى جواك كفر وفي لسانك ايمان. لا كان جواك، انما كتمان حاجه تجيب لي الاذى مش نفاق. هي ما جابتليش. لكن تقولي في وشه بص اصل انا ما بكرهش حد قدك وانت عملت وعملت قايم عليك خبطك يجيب لك تربانه في نافوخك. ما جابليش يا عم الشيخ، قلت له اتجوز، انا موافقه تروح تتجوز. يتجوز ايه؟ حياتك وجيب لك واحده تشبعك لو انا مش قادره اشبعك، عشان انا عايش مع عيالي وربهم لك ومش عايزه منك اكل ولا شرب ولا نفقه ومسامحيك، بس اتجوز. قال لي اكتبي لي بكده، قلت له حاضر. قال ايه؟ قال لي اكتبي لي ان انت موافقه ان انا اتجوز وما افرقش عليك ولا عيالك، قلت له ماشي. كتب الورقه ومضيت له عليها ان انا موافقه ان هو يتجوز. طب فين؟ قال لي لا خلاص انا خدت الورقه وراح عينها يا عم الشيخ. عشت برضه، هقول لحضرتك عشت بمشاكل وعشت. وراح اتجوز؟ لا ما اتجوزش، مرضيش عشان بخيل. عشان بخيل مرضيش صح شاطره، برافو عليكي. المهم فوالدتي قالت لي عيشي بقى، كل مشكله تقول لي عيشي، اشتكي لها تقول لي عيشي. فالمهم لما لقتني خلاص بقى نفسيتي تعبانه وان انا فعلا هخش في حرمانيه ان انا بمنع نفسي عنه، قالت لي لا لحد كده يبقى حرام عليكي اخرجي. قلت لها ما اقدرش اخرج، لو خرجت بقى مشاكل كلها ملهاش اسباب، مشاكل ايه كلها فلوس وخناق، فانا مش عايزه اخرج عشان كده هيدي بيتي. المهم حضرتك اتضح ليا من زمايلي واصحابي ان هو انشا فيس برقم تليفوني وباسم بنته الصغيره اللي هو تحرش بقى تحرش لحد العانه، ايده وصلت للعانه، اسم بنته وبرقم تليفوني، عمل افلام اباحيه بالرقم التليفون ده. فتح صفحه برقم تليفوني انا، بس هو عن جهل لانه ما كانش يعرف ان حد يعرف رقم تليفوني ولا اسم بنته، يعني عملوا جهل نت، جهل تكنولوجيا. هو كان اهم حاجه يفتح صفحات اباحيه وبس فقط، لكن ما يفهمش يعني ايه رقم تليفون هيروح لمين او حد يعرف. طيب. فراح وعمل طلب صداقه لواحده زميلتي، فاختي فتحت التليفون لان تليفوني مسجل عندها، لقيت طلب صداقه لقيت رقم تليفوني، قالت لي ازاي تعملي الكلام ده؟ فعرفت ان هو واجهته ورحت لاهله ابوه وامه واخواته. وهو لما عمل طلب صداقه لاختك كان يعرف انها اختك؟ طلب صداقه لواحده زميلتي بس. واحده زميلتك يعرف انها زميلتك؟ يعرف بس هو ما كانش يعني دارسها جغرافيا كويس وعارف ان دي كذا كذا وهتنفعه في الصفحه الخيبه لانها مطلقه فكان عاوزها. ابتدى يكلمها، قبلت هي ليه؟ طيب لا ما قبلتش، عملت بلوك. طيب. واختي لما مسكت التليفون وعرفت ان الرقم ده بتاعي، عملت بحث برقم التليفون لقيت اسم بنتي، كتبوا باسم البنت. فالمهم حصل مشاكل، فرحت لوالده ووالدته واخواته وعملت قعده عائليه. قلت لهم انا مش جايه في مشكله. هتعملي العاده العائليه للفيس ولا للتحرش بالبنت ولا عملت كل حاجه يا عم الشيخ، اتهموني ان انا كلبة فلوس وكلبه مسعوره. كانت لازم تترتب من الاول. اترتبت ورحت لاهله وكبرت ابوه. اتهموني ان انا مش كويسه، ان انا كلبة فلوس وكلبه مسعوره، ان انا بعمل المشاكل دي عشان الفلوس بس، مش عشان خاطر بناتي. ايوه. المهم يا عم الشيخ ممكن اسالك سؤال؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. وانا مش هقول لك بامانه تجاوبيني لان انت وهجاوبك امينه وزي الفل. لا 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 لا. لو هذا الرجل كان كريم
وكريم قوي، ولا وظفك ولا قالك عشان تساعديني وتساعدي نفسك في الحمل والمعيشه ومش المعيشه، وكان عمل البلاوي السوداء دي كلها، اتفضل، كان هيبقى نفس احساسك؟ طبعا يا عم الشيخ، انا جوايا مذبوحه ببناتي، انا جوايا ذبح. بلاش، ما كانش بيعمل مع بناته حاجه. عم الشيخ وفتح الصفحه، استني بس، وفتح الصفحه وقاعد كده قدام الهبل وكانه عيل مراهق عنده 15 سنه. كتير ايه؟ استحملتها كتير، بس لحد انا ما يعمل برقم تليفوني واسم بنتي لا يعني انا قصدي لو كان الراجل ده كريم ومالي بيتك خير، اقدر اتحمل عيشته وتطلبي جنيه يديكي 50 حمراء كويس، ومش متحرش ببناته، كنت اقدر اعيش. ما كانش متحرش كنت اقدر اعيش. فاتح صفحه هباب ولا بيصلي ولا بينيل، انا مهم عشان ببلع كل حرف انتوا بتقولوه. كنت ممكن تبقي سعيده ومبسوطه ومفيش مشكله من غير تحرش بناته، كنت ممكن اكمل. برافو عليك. يعني انت، وطبعا مش انت لوحدك، قطيع كبير جدا من المجتمع عايش على ان الراجل اهم حاجه ان يبقى مال البيت خيرات وما بنشتكيش وكريم، يروح بقى ما يصليش اهو ربنا غفور رحيم. معلش، لا يتعرف على بنات النسوان اهو ربنا اللي هيحاسبه. معلش، مش انا قاعده بلهط؟ لا معلش، وباكل وبشرب وبتكسي معلش، وبجيب شنط وبجيب دباديب. معلش يا عم الشيخ. لا انت لسه قايله دلوقتي بقى مش عايزين نغير كلامنا. لا مش هغيره. انت قلت دلوقتي بعد عن التحرش ببناتي، مع ان برضو كلمه غلط تقولي بعدم التحرش ببناته، لان اي مستمع هيسمع لك يا حبيبتي تقولي التحرش ببناتي يبقى دول بناتك من راجل تاني. لا بناته. بناته 14 يبقى ده مريض. خلاص نفترض ان هو ما بيتحرش ببناته وانه كافي بيته ومغرقه ولا بيصلي ولا بيصوم ولا حاجه، وقاعد كده قدام الاساتوك ده ورد الجناين ده بس عريان بلبوص. اهم حاجه هيبقى لا يعني قولي لي ايه اللي يخليكي ما تزعليش على انه تارك للصلاه؟ ايه اللي يخليكي ما تزعليش انه قاعد كده ليل ونهار بيقول لك القهوه؟ استني بس، يقول لك القهوه، تجيب له القهوه يقول لك شفت الموزه دي ايه رايك؟ انت تقرفي فتيجي واخده بعضك وخارجه زي انت ما قلت لي انا كنت بقرف. فتيجي خد بعض وهي قاعده في البلكونه مع مشمشه ومسليه وقتك باي حاجه وخلاص الدنيا تبقى جميله. ايه اللي يخليكي تعملي كده؟ علشان هدم البيت صعب قوي يا عم. طيب جميل جميل. عايزين البيت يعيش ان شاء الله مع كافر، لا بس يبعد عن التحرش بتاع بناته. لا يا عم الشيخ، لا والله لا. ويجيب التلات ابيض. لا يا عم الشيخ والله. امال ايه طيب؟ المهم وصل الموضوع لايه بقى دلوقتي؟ بصرف على البيت. قولي بقى الموضوع وصل لايه؟ 15 سنه كنت بصرف على البيت. انا عارف، قولي لي بقى وصل الموضوع لايه بقى؟ وصل ان انا خرجت ولادي وخرجت كبرت الاب وعملت قعده عائليه وقلت اللي جواك. خدت ولادي واجرت الشقه بره لوحدي. هبح قرار من دماغي كده. خدت قراري وخدت ولادي قررت اجرت الشقه لوحدي بره. عندك عشان انت موظفه؟ عشان موظفه وتقدري تصرفي على البنات. وعشان اقدر اصرف على البنات. طب ما عملتيش الكلام ده من زمان ليه واتطلقتي؟ كنت بحاول معاه يصلح. امال قاعده على ذمته بتهببي ايه؟ مش راضي يطلقني. مش راضي يطلقك. في حاجه اسمها خلع جدا. طب ما في حاجه اسمها خلع. في حاجه اسمها خلع. خايفه على سمعه بناتي لما لا مش السمعه، لا يا حبيبتي. يعني مش اهو ده بقى لا يمكن يا بابا، لا يمكن انا اجيز لك هذا ابدا، ان تاخد الام بناتها ولا صبيانها وتقعد تأجر شقة بره وتستقل وهي على ذمة راجل. هذا لا يصح شرعا بأي حال من الأحوال. شرعا حرام عليا طبعا. إما أن نكون وإما ألا نكون. to be or not to be. وحلها ربنا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنا أعرف ناس متبهدلة كتير جدا، وأعرف ناس، اسمعي وبشكرك طبعا الأول عشان أعرف بس أقول كلمة للسادة المشاهدين وليكي، إني ملايين عايشة بسمع منهم ليل ونهار كلمة احنا منفصلين بس مش متطلقين. ده لا يرضي الله تبارك وتعالى. يعني ايه منفصلين بس مش متطلقين؟ يعني معناها كل واحد نايم في اوضه او كل واحد قاعد في بيت وعلى ذمه بعض عشان الشكل الاجتماعي. هذا دجل، هذا دجل. يا الناس تعيش ازواج سمنه على عسل ابيض واسود وعليه طحينه، يا تمشي اسمها بقت في خلصه. رب العزة قال هذا فإمساك بمعروف أو تسريح. إما أن نكون هيصة بيصة وإما أن نكون حيصة خيصة هناك في الناحية التانية. إنما الحياة اللي احنا بنعالجها أخد شقة لوحدي، مالكش دعوة بيا، مالكش حكم عليا، أنا بعتبر نفسي كذا بس عشان الولاد، أهو ده الدجل يا إخوانا، ده عنف.
والإسلام بريء منه. الإسلام قال يا تعيشوا زي الفل لي، يا كل واحد ياخد حقه ويتكل على الله.